اهلا البنات، مرحبا بكم معايا في القناه ومرحبا بكم معايا في وصفه جديده. كما راكم تشوفوا وصفتنا تاع اليوم هي هاد الوراق تاع الشخشوخه ولا الفطير، كل واحد كيفاش يسموهم. من اليوم تعودوا تعملوهم بلا عجز. درتهم بمناسبه المولد النبوي الشريف، نص عملته فطير كما راكم تشوفوا، ونص الثاني عملته شخشوخه باش نديرو للمولود. اروحوا تشوفوا معايا كيفاش عملته. كما عودتكم مقادير راهم مكتوبين. نحتاجوا السميد الناعم، درت سميد الناعم، درت الفرينه، الملح، ودرت ملعقه صغيره تاع البيكنج باودر اللي هي خميره الحلويات. شمخت السميد تاعي بالماء دافي، الماء دافي ماشي الماء بارد. نقعد نشمخ، لازم تحصلوا على هذا القوام تاع العجينه. شوفوا القوام تاع العجينه تاعي تحسوه شويه جاري، ما تخافوش عادي. نخبطها شويه فقط بيدي ونحطها في كيس بلاستيكي. في الكيس بلاستيكي هذيك نحط حوالي 4 كاس تاع الماء يغلي، مانيش نقول سخون، راني نقول يغلي. وندخلو هكذا في هذيك العجينه، نغلق عليها ونخليها من ساعه فما فوق. يعني قد ما تخلوها راح تخرج لكم مليح. انا للامانه خليتها ساعه ونص، وشوفوا بعد ساعه ونص كيفاش العجينه تاعي كي قلت لكم ما عجنتهاش. خرجتها مباشره واشتغلت بها كما راهي باينه في الفيديو. واش ندير دوكا؟ شديت السنيوه تاعي دهنتها بالزيت، ونقعدوا نشكلوا دوائر ولا نقولوا نبلبلوا نقرصوا، كل واحد كيفاش يقول. دهنتها كامل بالزيت باش ما تلصقليش. خليتها 5 دقائق فقط وجيت نبدا نطيب فيها. هنا راح نستخدم فقط الزيت. دوكا انا درت لكم طريقتين تاع الطهيه. دوك تشوفوا هادوما الناس المعلمين كما يقولوا اللي يعرفوا يحلوا. نشد الدائره تاعي نفتحها هكا اكثر شيء الجوانب باش ما يكونوش عنده كما نقول حنايا الشطوط. الطاجين تاعي كانت سخونه وبعد نقصت لها كامل كيما على بالنا الفطير ولا هاد الورق تاع الشخشوخه لازم لهم النار تكون قليله. فتحتها هكذا، شديتها حطيتها فوق الطاجين كيما راهي باينه. دوكا كما قلت لكم النار تاني راهي قليله. نزيد نعاود نفتح وحده، نفتحها مليح مليح حتى ولو تتقطع لكم عادي، يعني ماشي لازم. كاين حبيبات يتقطعوا لنا ما فيها حتى حاجه. فتحتها مليح ونزيد نعاود نقلب هذيك اللي حطيتها ونحط فوقها. العمليه راح تكون هكذا، نحل ونحط فوق هذه، ومن بعد نعاود نقلب ونزيد نحل، نزيد نقلبها ونزيد نحط من الفوق حتى نكملهم كامل كيما راكم تشوفوا. وكما نحط العجينه نحط فوقها الزيت كيما راكم تشوفوا. كي نحط وحده هكا نرش عليها فوقها تاع الزيت، ومن بعد نقلبها ونزيد نحط فوقها وحده. انا حتى كملتهم، انا درت 10 ونحيتهم، لكن نتوما تقدروا ديروا بالوحده وتنحوها كل وحده كيفاش تحب. انا نحب هكذا بالعشرة ونحيهم. كي جملوا لي 10 شديتهم عاودت هكا شكلتهم باش طيبتهم في الجوانب، حطيتهم وغطيت عليهم. دوكا نجو الطريقه الثانيه بالنسبه للناس اللي ما تعرفش ترفد بيدها ولا للمبتدئات. نشدوا هذا ورق تاع الطبخ، نحطوا هذيك العجينه تاعنا، نفتحوها بهذه الطريقه ومباشره نحطها فوق الطاجين تكون مدهونه بالزيت، النار تكون قليله ونحوها اسهل كما ما تشوفوا. يعني ما عندكش عذر تاع ما تعرفيش ديري الورق نشدها ندورها نحط فوقها. وكل ما نحط وحده نعاود نزيد نسقمها هكذا بيديا، يعني نجبد شويه العجينه ندهنها بالزيت. انا كملتهم كامل كما راكم تشوفوا. يعني بالورق الطبخ راح تكون الخدمه سهله وما تعذبش فيها، لانها تمتم ديريها كما شفتوني. نشد ورق الطبخ نحطه فوق هذيك ونزيد هكا نسقم بيدي باش نجيبهم كما نقولوا باش ندنيهم كامل. هذه الطريقه بالنسبه للناس اللي كما قلت لكم ما يعرفوش بزاف يخدموا بالعجين، يعني للمبتدئات الطريقه هذه راهي ليكم. كما شفتوني كملتهم كامل. وما تنساوش كل تبقى تدهنوها بالزيت، النار تكون قليله ما تكونش متوسطه، لازم تكون النار قليله لانه لازم نطيب على هواها. شديتهم كملتهم كامل. بعد ما كملتهم زيد عاود شديت وطيبتهم في الجوانب كما راكو تشوفوا. شديتهم طيبتهم هكذا في الجوانب. وحاوليك الوصفه ولا هاوليك الفطير تاعنا ولا اوراق تاع الشخشوخه راهم قدامكم ما شاء الله. يعني كيلو خرج لي ما شاء الله. انا درتهم فقط للمولد. انا صراحه كي نعمل العجين نعمل بزوج كيلو ولا 3، لكن هذاك نهار كنت عيانه فعملت فقط كيلو. قيس المولود برك كما راكم تشوفوا. شوفوا ما شاء الله راهم شفافين، اليد تاعكم راهي تبان فيهم. دوكا راح ندير لكم حاجه، راح ندير لكم الفطير. حنايا حنا يعني الشرق الجزائري، انا كما على بالكم جيجليه
العشيه نديروا بزاف هذا الفطير. نشدوا الوراق تاع الشخشوخه، نحوا لهم هذه الحواف لانه الفطير ما لازمش يكون فيه الحواف، وتجيبوا الزبده، يعني نقول الزبده ماشي مارغرين، تقدروا ديروا زبده وسمن راح تجي تانيك مليحه. انا فضلت نعملها بالزبده. يا تقطعوا الحواف بالمقص ولا تقطعوهم بيديكم هكذا، كل وحده كيفاش تحب تقطع. بعد ما نقطعوا هذوك الحواف نشدوا الورقه تاعنا وندهنوها مليح مليح بالزبده كما قلت لكم، الزبده ولا السمن ماشي مارغرين، وتحصلوا على هذا الشكل اللي راهو قدامكم. واحد الفطير ما عندي ما نقول عليه. مع القهوه تاع العشيه ديروه ورجعوا لي بالخبر. صراحه انا هذاك النهار غير درتو شربت به القهوه تاع العشيه كما راكم تشوفوا ما شاء الله. الفطير تاعنا الريحه تاعنا راهي تبان من كل وحده. المهم ما تحطيلوش فقط المارغرين تاعو هايل كما قلت لكم. مع الفنجان تاع القهوه تاع العشيه ما عندي ما نقول عليه. والثاني اللي هي الشخشوخه ولا كما يقولوها شخشوخه البسكريه، ما نحي انا صراحه ما نحي الحواف ما والو، نشد مباشره نقطعها بهذه الطريقه، نشد كل وحده هكذا نقطعها ونحطها. كاين ناس نحي الحواف في الشخشوخه، لكن انا صراحه ما كاش عندي بزاف الحواف فما نحيتهم فقط في هذاك الفطير. كملتهم قطعتهم هكذا، يعني تقطعوهم عشوائيا، ما تسحقوا المقص لا والو بيديكم حتى تحصلوا على هاد الوريقات تاع الشخشوخه كما راكم تشوفوا. وكما قلت لكم من اليوم ما تزيدوش تعجزوا، العجين ما راح يستعجنوا، والطياب شفتوه سهل على بالي شويه سخانه، لكن طيابه راح يكون كما نقولوا حنايا رابيد. هذه هي البنات الوصفات اللي عملناهم اليوم. هاد الورق تاع الشخشوخه مع هذاك الفطير للقهوه تانيك كما قلنا، بعدينا وحده عملنا شخشوخه وعملنا الفطير هذا بالزبده ولا بالسمن. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، ونتمنى ان شاء الله تجربوها لما لا، وسنوني في وصفات أخرى. سلام.